السلام عليكم متابعيني الغاليين عاملين ايه؟ انا مي شاهين. مساء الهنا والخير والسعادة. هعمل معاك النهاردة صينية الفراخ بالبطاطس. شايفين الجمال؟ الطعم بقى ما اقولكيش طعمه تحفة. صينية البطاطس من الحاجات اللي مش بنستغنى عنها في العزومات وفي الايام العادية. شايفين كريسبي جدا من بره والفراخ مستوية مظبوط جدا، والبطاطس طالعة تحفة، والصوص بتاعها ما اقولكيش بقى على الريحة والطعم. خطوات بسيطة هتفرق معاكي جدا في الصينية دي. جربيها بطريقتي وقوليلي ايه رأيك في الكومنت. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنا انا استخدمت وراك الفراخ، انت ممكن تستخدمي الفراخ الكاملة او الدبابيس. هنزل على طول بالملح، معلقة كده متوسطة، ومعلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقتين بابريكا. وبايدك بقى كده حاولي تتبلي الفراخ اللي عندك كويس، ودخلي التتبيلة دي في كل حتة في الفراخ، من الجلد كده واللحم، ومن تحت ومن فوق. طبعا انت تستخدمي ايدك فهتبقي التحكم بالنسبة لك اسهل بكتير. لو عندك وقت سيبي الفراخ في التتبيلة دي مش اقل من ساعتين، بس انا الصراحة هنا ما كانش عندي وقت وطلعت برضو طعمها تحفة. انا كده خلاص. على النار بقى هاتي الصينية اللي هتشتغلي فيها، وحطي معلقتين سمنة كبار، سيبيهم يسخنوا كويس جدا، وانزلي بقطع الفراخ اللي عندك، وما تقلبهاش خالص غير لما تاخد اللون اللي انت عايزاه. يا سلام على الريحة. الخطوة دي هتفرق معاكي جدا في طعم الصينية في الاخر. كده خلاص الفراخ اخدت اللون الذهبي الحلو. هبدأ بقى ان انا اقلبها. شايفين ما شاء الله تحفة. هقلب بقى التانية برضو. اللي لازق في الصينية ده هيفرق جدا معاكي في الطعم. هظبطها كده واسيبها ثواني بس تاخد كمان لون خفيف من الناحية التانية، واشيلها في الطبق. في نفس الصينية هنزل باتنين بصلة متقطعة صغير مكعبات، وهشوحها كويس جدا. انا مش هحمر البصل خالص، انا بس هسيبه يغير لونه. هنا بقى ضفت فلفل اخضر سبايسي. انا هنا عندي الواد مش بيحبوا السبايسي قوي فبضيف حاجة بسيطة. هقلب بقى كده كويس. واول ما لون البصل يغير بس هنزل على طول بالبطاطس. البطاطس انا مقطعاها حلقات بس سميكة شوية. حاولي بقى برضو ان انتي تخليها سميكة علشان ما تتهريش منك في الاخر. هقلب بقى الخضار مع البصل مع الفلفل. دلوقتي بقى هظبط التوابل. معلقة فلفل اسمر، ورشة ملح. وظبطي الملح لان انتي ضايفة ملح على الوراك في الاول. ومعلقة بابريكا. انا هنا مش بحب اضيف توابل كتير. لو عايزة تضيفي مرقة دجاج مفيش مشكلة. هقلبها بقى كويس. انا هنا مجهزة كيلو طماطم مضروبة في الخلاط، وبصفيها كده كويس. الخطوة دي مهمة جدا عشان تطلع معاكي الصوص بيور كده ومش حادق. انت عارفة الطماطم اوقات كتير بتبقى فيها بذور وقشر بتحدق جدا الوصفة. فحاولي دايما مع الخضار بتاعك صفي الطماطم، بالذات لو كانت مضروبة على طول من غير ما تسلقيها. شايفين الكمية طلعت قد ايه؟ هصفيها كويس. لو عندك الطماطم مش حمرا قوي ضيفي معلقتين صلصة كبار مع البطاطس وهي بتتشوح، قبل ما تضيفي عصير الطماطم. هتظبط معاكي اللون. بس انا هنا ما ضفتش لان ما شاء الله الطماطم عندي حمرا، فمش مستاهله ان انا اضيف صلصه كمان. شايفين قد ايه طلعت الكميه؟ بتأثر جدا جدا في طعم الاكله في الاخر. خلاص انا كده خلصت كل الكميه اللي عندي.
مش عايزة اقولك الريحة عاملة ازاي، بجد تحفة. قلبي بقى البطاطس كويس. ايوه كده تمام. هضيف بقى قطع الفراخ اللي عندي زي ما هي كده، وحاولي بقى هنا تظبطي الصينية بتاعتك. هجيب كده الصوص لفوق الوراك كده كويس. الصينية دي هتاخد معايا على نار هادية نص ساعة فوق، وبعدين هدخلها الفرن حوالي ربع ساعة، وهفتح عليها الشواية علشان تتحمر كويس. اهم حاجة نص ساعة على نار هادية وبعدين في الفرن. وادي النتيجة، بألف هنا وشفا، طلع تحفة. انا مي شاهين من ايزي كيتشن. لو عجبك الفيديو ياريت سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وقوليلي في الكومنت ايه الوصفة اللي انت عايزاها الفيديو الجاي. شايفة؟ ما شاء الله تحفة. هيطلع معاكي الفراخ مستوية جدا وكريسبي جدا من بره.